السلام عليكم حبايبي، يعطيكم العافية. شلونكم؟ شخباركم؟ معاكم قناة روزاليندا الأخبار مشاهير في السوشيال ميديا. راح أنزل لكم كل يوم فيديو جديد بخبر جديد. لا تنسون تدعمون القناة باللايك والشير والسبسكرايب. طلعت المطربة المغربية دنيا بطمة في لايف عشان توضح للمتابعين والناس شنو صار معاها بالضبط، وصدمت الناس لما قالت إن زوجها محمد الترك هو سبب كل اللي صار فيها. قالت إنه هو كان يجسس عليها وكان ينقل أخبارها رغم إنه المفروض يكون زوجها وسندها، وكل اللي سواه هذا ليش؟ عشان الفلوس. شوفوا الفيديو. هاد الزوبعة هادي اخواتي اللي كتشوفوا فيا دابا، وهاد الفتنة في البلاد بدات بمؤامرة محبوكة 100%، وكنسطر عليها بالخطوط الحمراء والعريضة. بدات بسكرينات مفبركة، بدات تحريض الصفحات على اليوتيوب، بدات تحريض موقع، بدات انه كيجيو ناس حدا المحكمة كتعطاهم مبالغ باش يضربوني الكرشي وانا حامله، وباش يشوهوا لي السمعه ديالي. بهذا الشيء باش بدات هذه الفتنه كامله وهذه المؤامره، لان كنقول لكم مؤامره وانا متاكده منها. وهذه المؤامره غنصدمكم بواحد الخبر، انه اللي كان سند اللي كان سند ليا وكتصحابوه بارك معايا في المغرب على اساس انه سند ليا وكيبغيني، شنو غيتصادح ليا في الاخير؟ انه هو اللي كيخرج اسراري وكيخرج كل اي حاجه كتقال عندي في الدار، فين مشيت فين جيت. كنت كنوقف غير ناكل شي حاجه كيوقف عليا واحد الموقع، كنقول اواه كيفاش يعرفوني انا كاينه هنايا. اتضح في الاخر انه كاين جي بي اس في الطوموبيله ديالي الى غير ذلك. هذه مجموعه من الاسرار اللي نتوما ما عارفينهاش. علاش كنرجع نقول لكم مؤامره؟ يعني اللي كان سند ليا تسمسر فيا مع الطرف الاخر على قبل الفلوس، بينما الفلوس وسخ الدنيا. ولكن الغدر فين ممكن انه الانسان يخبع وجهه من الله سبحانه وتعالى؟ اوكي، غنمشيو للسيده او الناس اللي داروا الشكايه. منهم واحد السيده اللي كتبات الكذبه وتيقاتها. علاش؟ كطلع السيده وكتقول لكم انا درت شكايه بالحساب. حتى لهنا حنا متفقين، درت شكايه بحساب حمزه مون بيبي. يعني هي معينهاش فيا، هي ما دارتش شكايه باسمي باش تضرني او تدخلني السجن، وما دارتش شكايه باسم اختي. لا، هي دارت شكايه بحساب حمزه مون بيبي. وفي الاخر الشرطه القضائيه اتضح لها انه حنا هما حمزه مون بيبي. لا يا ساده، غنكذبوا محضر ديال الفرقه الوطنيه؟ لا، يمكنش ليا نكذب الفرقه الوطنيه. انا هذه غنحطها لكم في ستوري من بعد غتشوفوها. هذه شكايه ديال هذيك السيده اللي كتدعي انها دارت شكايه بحساب حمزه مون بيبي. لا، هي اشارت بالاصابع لدنيا باطمه واختها. وانا غنذكر لكم السبب علاش دارت بيا الشكايه، انني انا وراء حمزه مون بيبي. اسمعوني مزيان. وافيدكم ان مجموعه من الاشخاص يقفون وراء ما تم نشره ضدي بحساب حمزه مون بيبي على تطبيق انستغرام، واخص بالذكر كلا من المسمات دنيا باطمه والمسمى واحد السيد اخر. ويرجع سبب هذا التشهير في حقي الى عدم دعوه المسمات دنيا باطمه
الى حفل خطوبتي. تخيلوا السبب علاش دارت بيا الشكايه، ولاسباب شخصيه اخرى. اولا انا ما عنديش بيك علاقه شخصيه وما كنعرفكش، وانا كنت سباقه بالحفلات ولا انتظر من احد دعوه. كنت سباقه بالحفلات الفخمه لبنياتي، وكنت من الصواب والادب انني كندعو اللي معايا زملاء في الوسط الفني، وكانت هذه السيده وحده منهم. انا من عادتي كنكبر بالناس، هذه هكا كبرت كنكبر بالناس، يعني ما عنديش علاقه شخصيه بها. حتى اللي كان يعني كتتصل، وهذا كانت واحد البنت معايا، يعني ما عنديش علاقه بك شخصيه باش تكتبي ولي اسباب شخصيه اخرى، ما كنعرفكش. سمعتوا الشكايه؟